السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. مملحه رمضان هذه هي الوصفه اللي غتهنيك من تماره وتهنيك من التخمام، كتوجد بسرعه بمكونات متوفره في كل مطبخ. كناخذوا ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وكنزيدوا عليها ملعقه صغيره ديال السكر سنيده، وكنزيدوا تقريبا كاس ديال الماء يكون دافي، وكنخلطوا الخميره تخلط شويه مع السكر ومع الماء. ومن بعد كنزيدوا الطحين. بالنسبه للطحين هنا درت 500 غرام ديال الطحين، ممكن نتوما ديروا نص الكميه على حسب شحال بغيتو ديال الفطائر. بالنسبه لنص كيلو راه كيخرج كميه كثيره. من بعد ما كنديروا الطحين كنزيدوا الملح الكافي، وكنخلطوا العجينه خصها تجي مرخوفه، وكنزيدوا ملعقه صغيره او كيس ديال الخميره د الحلويات ما يعادل 8 غرام، وملعقه كبيره ديال الخل. كنخلطوا العجين، وفي الاخير كنزيدوا شويه ديال الزيت، تقريبا 2 ملاعق كبار. ممكن نعوضوا الزيت بالزبده، ملعقه كبيره ديال الزبده على حراره المطبخ. وكندخلوا الزيت في العجينه مزيان حتى كتدخلها مزيان، ومن بعد كنخليوها ترتاح، يعني كنغطيوها وكنخليوها باش تخمر. هنا خديت مطيشه من بعد ما طحنتها، درتها في المقله مع شويه الابزار وشويه الملح وورقه الغار، وكنديروا الزيت وشويه ديال معجون الطماطم او مطيشه ديال الحك. كنخليو لاصوص على النار حتى كطيب، يعني حتى كطيب مزيان وتنشف، ما يبقاش فيها الماء. والعجينه ديالنا ها هي خمرات كما كتشوفوا. كناخذوا شويه ديال الطحين كنديروا على سطح العمل، ومن بعد كنديروا العجينه وكنقطعوها. وبالنسبه للعجينه قبل ما نقطعوها كنجمعوها كما كتشوفوا على هذه الطريقه. كنخرجوا منها الهواء وكنقطعوها على حسب الكميه اللي بغينا. انا قطعتها على 4. بالنسبه لهاد 4 راه كبارين بزاف، ممكن نتوما تقطعوها على 8 ولا 10 على حسب الا بغيتوهم يجيو متوسطين ولا يجيو صغارين. ولا كما قلت لكم نقصوا كاع الكميه على حسب العدد اللي بغيتو تخرجوا ديال الفطائر. كنجمعوا العجينه نصيبوا منها كرات كما كتشوفوا، نقادوهم مزيان. ومن بعد ما قديتهم دابا غادي نخطيهم ونخليهم غير واحد شويه باش ملي نطلقهم يسهلوا عليا نطلقهم، حيت الا طلقتهم ديك الساعه ما غاديش يطلقوا ليا بسهوله. كنديروا شويه ديال الطحين وكناخذوا الكره الاولى هي اللي كنسبقوها، ومن بعد كنطلقوها بالدلاك. كنطلقوها على شكل طولي، والعجينه كما كتشوفوا كتجي رقيقه، ما كتجيش غليظه، باش الفطائر ديالنا ما يكونش فيهم العجين بزاف. ها هي لاصوص من بعد ما طبت ما بقاش فيها الماء كما قلت لكم في الاول، نشفات. كناخذوا النصف ديال العجينه كنديروا فيها لاصوص وكنقادوها مزيان. وهنا خديت الفلفله خضراء وحمراء والبصله، ما طيبتهمش، درتهم غير هكا حيت هما غير بالبخار كيطيبوا وكيجيو لذاذين، يعني ماشي ضروري نسطيوهم عاد نديروهم في الفطائر. راه بهذه الطريقه كيجيو لذاذين، وحتى البصله كيبقى فيها ريحه البصله، والفلفله حتى هي كتبقى فيها الريحه ديال الفلفله، وفي نفس الوقت طايبين. كنوزعوا البصله والفلفلات على لاصوص كما كتشوفوا. ومن بعد كناخذوا السمك المعلب كنديروه فوق منهم. وفي الاخير كناخذوا الفرماج محكوك كنديروه فوق منهم.
وكنديرو ممكن نديرو شويه ديال الزعتر حتى هو، ومن بعد كنسدو الفطائر ديالنا كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا باش ما يخرجش لينا الحشو، وكنجمعوا العجينه بجوج وكنضغطوا عليها بصبعنا، ومن بعد كنحطوها في الطاوه ديال الفران. وغادي ناخذ شويه ديال الدقيق داخلين وكنحركوا نفس الطريقه. كنطلقوا العجينه كما كتشوفوا. من بعد ما درت بحال الثانيه بحال الاولى عفوا، وهذه درت لها شويه ديال الزعتر، هذيك ما درتهاش الزعتر، وكنطويوها كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا كما درنا الاولى. دابا غادي نستمر حتى غادي نسالي الكميه اللي عندي ديال العجينه. ها هما كما كتشوفوا. من بعد ما درت كل طاوه درت فيها جوج حيت كما قلت لكم كبارين، ومن بعد ما ساليتهم هنا خديت شويه د لاصوص اللي بقات ليا كندهنوهم بلاصوص، حيت لاصوص كتعطي واحد الحموره، كتجي واحد الحموره كتشهي الفطائر، يعني كندهنوهم في جميع الجهات مزيان بلاصوص وما نكتروهاش، وكندخلوهم الفران حتى يطيبوا. من بعد ما طابوا كما كتشوفوا وكيجيو محمرين، كناخذوا شويه ديال الفرماج كنديروه الفوق، يعني التزيين دائما على حسب الاختيار ديال كل واحد. ملي كنديروا الفرماج كنديروه وهما سخونين، يعني غير نخرجوهم من الفران وهما سخونين، وكنديروا الفرماج باش يشدوا الفرماج، باش حيت الا بردوا ما غاديش يشدوا الفرماج. وهنا درت شويه ديال المعدنوس مقطع. بالنسبه للفطائر ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كيجيو رائعين، وكما قلت لكم كيجيو ساهلين لا في التحضير ديالهم الا في الحشو ديالهم. ان شاء الله تجربوهم ونالوا الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في لا فيديو الجايه، وخليتكم في امان الله وحفظه ورعايته.